ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم طاسه كبده وقوانص بريحه وطعم جنان. هتدمنوها من جمالها. تمام، جربوها قولوا لي رايكم. معايا اول حاجه كبده وقوانص، ومعايا توم وكمون وكزبره ومعلقه هريسه، وهناخد وحدايتين من الفلفل الرومي الالوان دوت، ومعايا عصير 5 حبات طماطم. تمام. المكونات كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف. اول حاجه هجيب التوم والفلفل والهريسه، انا معايا معلقه كبيره هريسه لكل كيلو. تمام. هضربها في الكبة، ممكن في الخلاط عادي نضرب الثوم وننزل عليه بقية المكونات. تمام. بعد ما ضربتها في الكبة هنزل بيها على عصير الطماطم. مش عصير طماطم يا جماعة، طماطم مبشورة. 5 طماطمات مبشورة يفضل. تمام. هنا هقلبهم كويس وهنبتدي نحيق الكبدة والقوانص. ممكن نعملها بكبدة بس عادي، لو مش بنحب القوانص ممكن نعملها الكبدة بس. تمام. بنزل بمعلقة كبيرة على الكبدة ومعلقتين كبار على معلقة كبيرة على القوانص ومعلقتين كبار على الكبدة، وابتدي اقلبها كويس، وهسيبها في التلاجة حوالي نص ساعة يعني تشرب من التتبيلة شوية. هنبتدي بقى نعمل الطحينة. لكل معلقة طحينة هنزل عليها بنص فنجان مية سخنة، وابتدي افكها كويس خالص بمعلقة. هنفكك خالص الطحينة ونتأكد ان مفيش اي تكتلات فيها. هتسيب معايا مفيش اي مشكلة. هبتدي انزل عليهم ب3 معالق كبار خل، وهقلب كويس الطحينة. هنزل بقى بمعلقة من الهريسة اللي احنا عملناها للكبدة، وملح وشطة وكمون. طبعا الشطة اختياري، لو في اطفال ممكن يشيل الشطة خالص عادي. هنا اتقلبت معايا كويس وهي سايله، هتقعد يا جماعه 3 دقايق وهتتقل، ما نقلقش خالص. هنا بقى في طاسه سخنه على النار، وهاجي بحته دهن، يفضل يعني دهن او حته ليا. مفيش هنزل بالزيت على طول مباشر، هنزل بالزيت واستنى انه يسخن جدا، وهبتدي انزل باول حاجه القوانص. هنا قعدت معايا خلاص في التلاجة نص ساعه. تمام. هنزل بالقوانص، يكون الزيت سخن جدا، هنبتدي نشوح القوانص. تمام. هندي تقلبتين كويسين كده اهوت، وننزل بقى بحوالي نص كوبايه ميه، ده كله على نار عاليه، وهدي تشويحه واغطيها واوطي النار لحد ما الميه تتشرب والقوانص تخش على 3/4 سوا. قعدت معايا بالظبط ربع ساعه. ربع ساعه وهي هنا كانت حوالي 3/4 سوا. هبتدي انزل عليها بالكبده، طبعا عشان الكبده سواها اقل من سوا القوانص. تمام. هنبتدي بقى ندي تشويحه كمان ونتاكد خلاص ان الكبده والقوانص امتزجوا كويس جدا في بعض. انا هنا كنت رجعت عليت النار. تمام. بعد ما امتزجوا كويس في بعض ابتدوا يدوني صوص طعمه تحفه. هتجربوها وتعجبكم ان شاء الله. تمام. هنزل بقى هنا بالفلفل الالوان. انا بعد ما اديت تشويحتين للكبده 5 دقايق، هنزل بالفلفل الالوان وهدي تشويحه وهغطي 5 دقايق كمان، يعني توتال كده حوالي نص ساعه، ربع ساعه للكبده وربع ساعه للقوانص. هنا هنزل برشه فلفل اسود في الاخر، وهدي تقليبه واوطي النار واغطيها دقيقتين كده اهوت وخلاص كده. وبس كده استوت معايا. يا رب تعجبكم. انا هنا كانت الريحه وطعمها كانت تحفه يا جماعه، طعمها وريحتها عامله زي الكبده البلدي بالظبط، ويمكن اطعم كمان. اهم حاجه معايا في الموضوع ان انا احيق الكبده كويس بس. وهنا شكلها في الاخر ممكن بقى سندوتشات، ممكن مع مكرونه، مع كيس شيبسي. بس كده. متنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب.